لمحات من كيمت مع إسلام مكرم. نفر هيرو. النهاردة هنتكلم عن المعلقة المسحورة. انتوا عارفين المصريين القدماء المكياج كان بالنسبة لهم حاجة مهمة قوي. من ضمن أدوات المكياج بتاعت أجدادنا المعلقة اللي انتوا شايفينها قدامكم دي مصنوعة من الخشب. الجزء العلوي منها ده باب على فكرة على شكل زهرة اللوتس. العبقرية بقى إن زهرة اللوتس دي عبارة عن باب منزلق، يعني متحركة عشان تسمح بوضع المنتج التجميلي جواها وتخزينه فيها، ولذلك بنقول عليها معلقة مسحورة. محدش يجي في باله أبدا إن زهر اللوتس دي بتتفتح وجواها فيه بودرة. الميكانيزم ده ما جاش بالصدفة، لا ده مقصود. في العقيدة المصرية القديمة زهرة اللوتس بتتفتح تلقائيا كل صباح وبتتقفل كل مساء تلقائيا، برضو حاجة ربانية، يعني مرتبطة ارتباط وثيق بالدورة الشمسية المتجددة، يعني كانت رمز للحياة والبعث والخلود. المعلقة المسحورة دي من الأسرة ال18 وموجودة دلوقتي في المتحف البريطاني. اضغط متابعة للصفحة ولايك وشير. كيمت، أصل كل شيء.